ثانيا أصول الصلح لابد. قرر علماؤنا ما يلي: لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. قاعدة ذهبية. لكل أمر أصول، كل أمر، في العمران، في الفلاحة، في التجارة، في الدعوة، في الفقه، في كل مجال. لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. وأقصد بالأصول هنا أمرين: الأمر الأول الجانب المرجعي للصلح، الأمر الثاني الجانب الفني الآلي، الآليات والفنيات والتقنيات والوسائل والأساليب والمناهج التي تعتمد في تحقيق فاعلية الصلح ميدانيا. دعونا نبدأ بهذه الأصول. ألف: في الشريعة الإسلامية. لماذا نبدأ بالشريعة؟ نحن مسلمون وعلى يقين بأن شريعتنا من أكمل الشرائع ومن أكمل التشريعات، وما سميت أحكام الشريعة شريعة إلا لاستقامتها وعدم اعوجاج أحكامها. وقد قال ربنا في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه شريعتنا. في الموروث المجتمعي، نحن مجتمع أصيل يملك موروثا ثقافيا اجتماعيا هائلا، سنذكر نماذج منه. وفي القانون الوضعي. نبدأ في الشريعة الإسلامية. في القرآن الكريم آيات كثيرة، أذكر بعضا منها. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الحجرات الآية 10، يعني الآيات كثيرة ممكن نرشد. سورة الحجرات الآية 10، سورة الأنفال الآية الأولى، سورة النساء الآية 65، الآية 35، الآية 114، الآية 128، يعني كل هذه الآيات رأي موجودة وهي كثيرة يعني، ولكن دعوني أذكر بعضا منها. نبدأ بسورة الحجرات. آية عجيبة، ربنا قال في الآية 10: إنما المؤمنون إخوة. بعدين واش قال؟ فأصلحوا بين أخويكم. وبعدين واش قال؟ واتقوا الله. وبعدين لعلكم ترحمون. شوف 4 عبارات وردت في هذه الآية القرآنية. بداها قال إنما المؤمنون إخوة، يذكرنا بالأخوة الإيمانية. إذا فقدنا هذا المعلم يصعب أن يتحقق التصالح بيننا، ولكن إذا أدركنا أن الذي يربطنا هذا الرباط الكبير الدائم ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، رباط الأخوة في الله، فضلا عن الأخوة في القرابة الدموية، الأخوة في النسب. ربنا يذكرنا كما كان يذكرنا في الآية 13 في الصورة نفسها، الآية 13، وقال رب سبحانه: وجعلناكم شعوبا وقبائل. بعد ما تكلم ذكر بعدين قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل. لنحقق التناغم والتعايش فيما بيننا. إذا لم ندرك هذه الحقيقة، لا شك أن الأقوياء سيدمرون الضعفاء في جميع المجالات، سيعملون على إضعاف الضعفاء وإلى تمزيق الممزق وإلى تشتيت المشتت وإلى تفقير الفقراء. والحكايات والمظاهر الآن تتجلى بوضوح بما لا يدع مجالا للشك. هذه
المظالم وهذا العدوان الحاصل في دار الدنيا. وربنا من البداية يقول لنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم وضع لنا جميعا معيارا عادلا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحجرات الآية 13. نعود إلى سورة الحجرات الآية 10. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، هؤلاء الذين يربطهم رباط الإيمان. يذكر القرآن بهذا الرباط، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والفاء كما يقول علماء اللغة وأكد على ذلك علماء الأصول تفيد العطف مع الترتيب والفورية على طول مباشرة. فما قالش ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ولكن تفيد الترتيب التعقيب مع الفورية. ربي قال يا أيها الذين، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم في حالة وقوع النزاع مهما كانت طبيعة النزاع بين المؤمنين. ربنا يقول لنا فأصلحوا بين أخويكم مباشرة إلى الفعل بلا إرجاء. هذا من المراد. إذا ما أشرت قبل حين إلى الدلالات وهذه المعاني الأصولية، من أجل هذا لندرك كيف نتعامل مع النصوص. فأصلحوا بين أخويكم. ثم ماذا قال ربنا عز وجل؟ واتقوا الله. علاش قال اتقوا الله؟ خافوا ربي. حنا الجزائري يقول لك خاف اللي ما يخافش ربي. أقواد وين نرد سقواد ربي؟ إذا كان واحد يخاف ربي وظلم غلط، كي تقول له اتق الله يعود إلى رشده ولا تأخذه العزة بالإثم. أما إذا كان ما يخافش ربي سيتمتع بسميع أنين المظلومين، ويتمتع برؤية دموع المظلومين. هكذا هذا هو الإنسان. والإنسان كما يقول الحكماء غريب الأطوار، يحب العدالة مظلوما ويبغضها ظالما. الإنسان هو إذا كان مظلوما يحب العدالة، وإذا كان ظالما جائرا يبغضها، لأن العدالة ستمنعه من التمادي في ظلمه، وهو يتمتع بظلم المظلومين. لذلك ربنا قال واتقوا الله. ومن جهة أخرى نقول أن التقوى هي صمام أمان للمحافظة على الصلح ونتائجه. كي تصالحوا زوج ولا 10 ولا 100 ولا مهما كان عدد الخصوم، إذا كان يخافوا ربي يحافظوا على نتائج الصلح وما يرجعوش مرة أخرى إلى النزاع وإلى الحروب. إذا ما يخافوش ربي سيعودون مرات ومرات. لذلك ثم قال رب سبحانه لعلكم ترحمون. فإذا نظر الله إلينا بعين الرحمة فطوبى لنا. هذه الآية 10 من سورة الحجرات نربطها بالآية الأولى من سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نربطها بسورة النساء، آيات كثيرة في سورة النساء. الآية 114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإشارة واضحة. الإصلاح لا ينحصر في المؤمنين فقط، بل يتعدى إلى الغير. حدثنا علماؤنا عن العبادات المتعدية النفع. هناك عبادات قاصرة النفع تنفع صاحبها، يذكر ربي
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله يعين، وصلاة وصيام وحج، ولكن هناك عبادات أخرى لابد أن ننتبه إليها وإلى أهميتها وإلى أبعادها الاجتماعية، وهي العبادة المتعدية النفع. فالصلح إذن عبادة جليلة متعدية النفع. لذلك ربنا قال أو إصلاح بين الناس، ما هوش غير بين المؤمنين ولكن بين الناس. وتاريخنا الإسلامي المضيء منحنا الكثير من الشواهد الرائدة في هذا المجال، والوقت لا يسمح لذكر الكثير من النماذج والشواهد وهي كثيرة. فالمسلم الحق هو الذي يريد الخير للناس جميعا، والآية تأخذ بقلبه وعقله إلى هذا الفضاء الفسيح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعود الآن إلى آية أخرى، وهي في سورة النساء أيضا، الآية 35، ما يتعلق ب قال ربي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طبعا علماؤنا الأصوليون قرروا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما نفهموش هذه الآية غير في مجال النزاعات الزوجية، لا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إشارة إلى أهمية النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلى أهمية الإرادة. الخصوم إذا أرادوا الصلح والتصالح والتسامح سيجدون أمثالكم الذين يعني يعملون معهم ويرافقونهم من أجل تحقيق الصلح وإيجاد الحل للنزاع القائم. أما إذا تخلفت النية وغابت الإرادة فلا مجال للصلح، وإن حصل من الناحية الشكلية ولكنه لا يجدي نفعا ولا يدوم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سورة النساء دائما الآية 65 ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون. مرة أخرى ربط الله عز وجل هذا الأمر إلى الإيمان، فقبول الصلح ثمرة من ثمرات الإيمان، أليس كذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي الشروط الأساسية لنجاح عملية الصلح. الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن سبق في علم الله أن الشجار واقع لا محالة. ربي على باله باللي تكون الشجار، يكون النزاع بين الشركاء، بين الجيران، بين الوالدين، بين الزوجين، بين الأحباب. الشجار كاين. هذه من خصائص الدنيا باش الإنسان لا يقلق، لأنه أصلا نحن في دار الدنيا نمتحن. سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أدركنا هذه الأمور إذن فلنتهيأ إذا وقع أي نزاع نعود إلى ما قال ربنا عز وجل حتى يحكموك، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تحكيم الشريعة الإسلامية. أولا. اثنين، الشرط الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعض الناس يتقبلون الصلح ظاهريا ويرفضون نتائجه باطنيا نفسيا عقليا. يقول قبلت حياء،
أحيانا باستخدام سيف الحياة. يقول لك رضينا، إلا ما رضاش في قلبه لن يتفاعل مع الصلح ونتائجه إطلاقا. قد يكون السبب الرئيس في تعطيل هذا الصلح، وربما في بعث النزاع مستقبلا. والأدلة كثيرة جدا إذا قارنا ذلك بالأحكام القضائية. وكم من قضية، آلاف إن لم أقل ملايين القضايا تعرض على مستوى المحاكم وعلى مستوى القضاء بجميع الدرجات وجميع التخصصات، ولكن النزاعات تطول إلى 20 30 40 50 100 سنة. عندنا قضايا من هذا النوع وهي قضايا عجيبة جدا. شوف الإنسان توريث الأحقاد وتوريث هذه الضغائن كم يؤدي إلى تبديد للطاقات وتضييع للأوقات وإلى تمزيق للعلاقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. لذلك الآية تقول الشرط الثاني: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. وكأنني أريد أن أوجه الرسالة إلى إخواني وأخواتي العاملين في مجال الصلح: انتبهوا جيدا، ننتبه جيدا إلى الجانب النفسي السيكولوجي العقلي في تقبل الصلح ونتائجه، إلى ضرورة الإقناع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البقرة 111. لابد من التأكيد على هذه الأمور، تهيئة النفوس وتهيئة الظروف لقبول الصلح وقبول آثاره ونتائجه. لذلك ربنا يقول: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المراد بالشرط الأخير هو التنفيذ العملي لنتائج الصلح بلا إرجاء ولا إشكال. ممكن مجموعة يقبلك الصلح، يقول لك ولكن تطبيق نخليوها هكذا بعد شهر بعد شهرين بعد عامين. النهار اللي يجي هذاك يقبل يلقى لك الأول يقول لك خلاص أنا بطلت، وتولي القضية تطول إلى آخر ما تعلمون. لذلك ربنا عز وجل أرشدنا إلى هذه الفاعلية، وممن أصل هذه النظرية جدا هو الأستاذ الإمام مالك بن نبي رحمه الله. لذلك يا جماعة الخير هذه مسألة مهمة. حتى في دنيا القضاء كم من حكم قضائي صدر يعني استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية والصيغة التنفيذية معه كل شيء كاين، ولكن في الأخير نجد ألوانا من الإشكالات في التنفيذ. ما الفائدة من حكم قضائي لا ينفذ؟ القضاء فريضة كما قال عمر الخطاب في دستور القضاء، وقد نعود إلى دستور القضاء وهو دستور مهم جدا. يقول لك لا معنى ولا فائدة من القول قول حق لا نفاذ له، ما في حتى فائدة، ولكن لا بد من التنفيذ السريع الفعال. هذه الآية 65 من سورة النساء. ونجد كذلك الآية 128 وهي شعار هذا اللقاء، هذه الدورة التكوينية: والصلح خير. فهي آية جامعة مبينة بأن الصلح يشمل جميع أنواع الخير في العاجل والآجل. إذن نكمل، نروح إلى السنة النبوية. نتجاوز إذن هذه الآيات، نعود الآن مباشرة إلى السنة النبوية. والأحاديث كثيرة. الوحي الثاني أذكر أيضا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. هذا الحديث خرجه الإمام أبو داود، رقم الحديث 4919. رقم الحديث 4919. ألا أخبركم بأفضل، شوف هذه الطريقة
المنهجية النبوية. ألا أخبركم؟ وكثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال. نقرأ مثلا في الأدب المفرد للبخاري وين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، طريقة لاستمالة القلوب والعقول إلى الانتباه إلى ما هو خير. والحديث الثاني الذي ذكرته الآن حديث في الأدب المفرد، رقم الحديث 272. أعود إلى حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ شكون اللي ما يحبش هذه الدرجة؟ طبعا المراد هنا النوافل لا الفرائض. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. هكذا بإطلاق، دون تحديد لطبيعة النزاع، دون تحديد لمجال النزاع، دون تحديد لسهولته أو صعوبته، مباشرة هكذا قال: إصلاح ذات البين. نجد حديثا آخر أيضا وهو الذي خرجه الإمام الترمذي، رقم الحديث 1352. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلى آخر الحديث. خرجه الإمام الترمذي، رقم الحديث 1352. نجد أيضا حديثا آخر، حديث سهيل بن سعد: النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أن أخبر بخلاف وقع بين أهل قباء. صار خلاف بين أهل قباء، صار خلاف ونزاع. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا بنا نصلح بينهم. الحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح، رقم الحديث 2693. 2693. نقرأ هذا الحديث: اذهبوا بنا نصلح بينهم. هذه الكلمات القليلات وضعت منهجا تربويا سلوكيا للصحابة ولنا بعدهم. اذهبوا بنا. نستنبط من هذه الحديث ومن هذه الحادثة ما يلي: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر، عملية الإخبار والإعلام مهمة جدا. الصحابة ممكن صار نزاع وما يخبروش، وهذا يحصل في دنيانا. يصير نزاع ما يخبروش، ربما حتى يستشري النزاع ويتعقد النزاع، بعد ذلك يصعب حله. يقول لك النار كي تشعل ممكن في البداية شوية الماء يطفيها، أما كي تكبر النار دخلت في البيوتات ودخلت في الغابات والأشجار يصعب إطفاؤها. وكذلك النزاع يسهل في بدايته ويصعب في نهايته، ولا نهاية له إلا بالصلح، وذلك يتطلب جهودا مضنية إضافية من المصلحين والمصلحات من أجل إيجاد الحل لذلك النزاع، فضلا عن نتائجه. وقد تكون النتائج مأساوية أكثر من أصل النزاع، كما دل على ذلك الكثير من الخصومات. النبي صلى الله عليه وسلم إذن نستفيد مسألة الإعلام السريع، الإخبار السريع لمن يهمه الأمر، لأولئك الذين يتصدون للنزاعات، لرجال ونساء المطافئ. هؤلاء نحن في أمس الحاجة إليهم. لذلك أحييكم جميعا تحية خالصة على حضوركم وعلى صبركم، لأن هذا فرض من الفروض التي يجب أن نتكون جميعا، وعملنا عمل جماعي، والنجاح عموما هو صناعة جماعية.
متمثلين في ذلك قول الله عز وجل في سورة المائدة الآية 3: وتعاونوا على البر والتقوى. أعود نقول الأمر الثاني، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا، لم يقل لهم اذهبوا أنتم، أو الذي أعلم يقول أنت اطهلا في هذاك النزاع، قال اذهبوا بنا، وهو إمام المرسلين وهو سيد المصلحين. مع النبي عليه الصلاة والسلام راه معاهم، ما قالهمش روحوا وحدكم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. المقصد واضح إذن بكل يقين من أجل تحقيق هذا الصلح بينهم. الحديث كما قلت لكم خرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح، رقم الحديث 2693. طبعا عندنا أكثر من 70 حديث يعني في هذا الباب، أكتفي بما استمعتم إليه.